رمي التماس لمنتخب فرنسا من خارج منطقة العمليات، والتسديدة بعد ذلك ذهبت عاليا عن طريق اللاعب رقم 11 من صفوف المنتخب الفرنسي دياني. أمامكم على الصورة بيدروس المدرب الفرنسي للمغربيات، بينما المدرب الفرنسي للفرنسيات هيرفي رونار الذي أشرف على تدريب المنتخب المغربي وكذلك المنتخب السعودي. ركلة مرمى للمنتخب المغربي ذهبت للمنتخب الفرنسي على الجهة اليمنى، قطعت الكرة وذهبت للمنتخب المغربي غزلان الشباك. ماذا سوف تفعل بهذه الكرة في وسط الميدان للمغربيات، ورمي التماس للفرنسيات على الشق الأيمن.